عندما تغدت الجناين وترست أبطونها وأشبعت، ذهبت إلى الغرفها كي تنام. والله تقعدي يمتى والمطبخ تنظفان، والله تنظفان وايل وماعين كلها تغسلن. يا تكضها يا تقول لها يا قوموا قعدي، قوموا المطبخ. هسه اجي يابا مروه، قوموا نطفي المطبخ. هسه اجي. بالعباس وفاضي كلنا عن المنزروف مال بيبان، يمتى تطلع وحده تنظف المطبخ. يعني هسه هذا حال مطبخ بشرفكم وبضميركم، هذا حال مطبخ الله يرضاها، هذا حال مطبخ. يعني المرأة غير كل انت المرأة شنو واجبها غير العائلة؟ من تطبخ لها، تغديها، من تتغدى العائلة، تنظفن المواعين ترجع عنها، لان وراك كان وجبة مال عشاء، وراك كان تحتومة عصرية. مو احنا ناكل غير انت جاي تاكلين. هسه انت جاي تاكلين، هسه وين جيت من الشغل؟ امي كانت يم خوالي وزلمكن جت من الشغل وانت غديتن زلمكن. يعني 7 نسوان، هذا حال مطبخ 7 نسوان. الله يرضاها يا ناس يا عالم، بضميركم تقبلون هذا حال مطبخ ب7 نسوان؟ 7 نسوان وهذا حال مطبخنا؟ ليش؟ يعني من ننظف هنا؟ اني بالعباس مشكلة مو نسوان. هسه لو خاف الزوج